سبحان الله سبحان الله. شوف هذا الله مطينا هذا الاكسير الاعظم، هذا الشفاء. الحسين في حياته شفاء وفي مماته شفاء، وجعل الله في تربته الشفاء. اكو امرأة قبل اسبوعين قالوا لي هاي خطية ما ادري، تمرض سرطان براسها، سرطان براسها. فقدت النطق، هاي غدة صارت بالراس ضربت على الدماغ، هاي قبل تقريبا اسبوعين هالشكل، هالمدة قريبة يعني، قريبة مو بعيدة. فقدت النطق. انا سمعت الخبر وهاي صار لها سنتين، رجلها سوى لها ترجع لي ورا الغدة تكبر، وهي بعد ياسين منها. امها رجلها اخذ جهالها منها، وهي لا تنطق لا تتكلم، نايمة ممددة على الفراش تنتظر الموت، عافية. وهذا ظلم طبعا، ظلم. واحد يتعامل ويا مرته هالشكل ظلم، اولادك، وهاي شنو ذنبها؟ المرض من الله سبحانه وتعالى على كل حال. امها تبكي بمجلس الحسين في المنطقة اللي انا بيها، عيالنا كانوا هناك، قالوا له هاي مرت السيد. جدي قالت دخيلك بلكي تقولي للسيد عنده فشي حرز دعاء شي تصير زينة. شوف اقلها تحكي، زينة ماكو، تموت خلي تموت، بس شوي تحكي. جدت المرة قالت لي، قلت يا ابويا شو عندنا احنا؟ كل شيء ما عندنا، بس عندنا ابو عبد الله، انا ادعو له عبد الحسين. كان ابو حيدر ابو السماعات كان مطيني شويه من تراب القبر الشريف، وابو حيدر صباح الله يطول عمره مطينا من هذا المي الغاسلين بيه ضريح الحسين عليه السلام. قصه حقيقيه صارت، احكي لك. انت بكنز، انت بكنز الان، كنز ما مثل كنز في الدنيا، حتى تعرف شنو هذا المكان اللي انت بيه. قلت لها بويا هاي اخذي له شويه هذا من التراب، خبطت انا بهذا المي وكملت له شويه مي، وقلت له خلي تشربه وتستشفي ان شاء الله. الحسين ما يقصر، الحسين ما يقصر. شوف يا ناس عندنا من هالنعمه هاي. والله راحت للقرايه ثاني يوم، وطتها قالت له ابوي هذا السيد يقول هاي تراب قبر الحسين، وهذا مي مال يغسلون بقبر الحسين عليه السلام، هذا هنا وشربيه. اخذته شربته ما ادري، بعد احنا بعد ما كنت انا مسافر والعيال همين ما يدرون. البارحه سبحان الله، البارحه كل شيء، البارحه كان اكو قرايه شهاده حمزه سيد الشهداء، واذا هاي الام تجي تبكي عند هاي ام الساده تبكي، قل دخيل الحسين انا بدي وديتها للطبيب، يقول هاي ما بيها غده وكل شيء ما بيها لا سرطان ولا غير سرطان. وبدت تحكي ببركات ابو عبد الله. انا بعد عايل دخيلك يا ابو عبد الله، مولاي احنا الدنيا والاخره انت، احنا غير حسين ما عندنا وسيله، والذنوب هواي شفتها ثقيله. دخيلك ابو عبد الله